دي سلسلة بعنوان كفاية كل. الهدف من السلسلة نتكلم شوية على ما يعرف بظاهرة شم الكلة. في ناس كتيرة لسه بتتساءل لحد النهاردة ايه المقصود بشم الكلة، ويعني ايه شمامين الكلة، وايه هو الموضوع ده. فأنا ممكن أبدأ معاكم بإن احنا نجيب أصل التسمية جت منين. وهي أحد المفكرين المصريين، المفروض تسجل براءة هذا الاختراع باسمه. هو شهير على وسائل التواصل الاجتماعي باسم مولانا. تمام. بداية التسمية كانت من تصدر أطفال الشوارع وشمامين كلة لأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. كلنا أظن كنا شفنا في وسائل الإعلام، واللي راح هناك شاف بنفسه إنه في نسبة كتيرة قوي من الناس اللي كانت موجودة في الصفوف الأولانية. مش بتكلم عن الناس اللي تطلع في الإعلام وتتكلم باسم ما سمي ساعتها بثورة محمد محمود ولا مجلس الوزراء. بتكلم على الناس اللي كانت فعلا مشتبكة مع الداخلية بشكل رئيسي وبأعداد أكبر، من أطفال الشوارع ومن الشباب اللي هو بيضرب ترامادول وكله عشان يخش يدب في الحكومة. تمام. فلما قامت مجموعة من الناس بالدفاع عن هذا المشهد اللي هو كان مشهد عبثي، مش مفهوم اساسا باي شكل من الاشكال ايه اهدافه. يعني ناس داخله عايزه تحتل وزاره الداخليه، مهما كان اوجه الاعتراض او النقاش، يعني كهدف تكتيكي هدف اهبل. يعني ماشي، بعد ما احتليت وزاره الداخليه هيحصل ايه؟ يعني هتعلن قيام الدوله الكليه ولا كلابيه، ولا هتعمل ايه؟ فالمهم انه في اثناء تعليقات هذا المفكر ابتدى ان هو يسحب صفه شم الكله على كل من يدافع او يبرر لموقف هؤلاء الشمامين اللي كانوا متصدرين الصفوف الاولانيه. وبعد كده انتشر الاسم واصبح بيمثل مذهب سياسي. ايه هو بقى المذهب السياسي ده؟ في خلال طبعا السلسله اللي انا بعملها دي هيتضح لنا اكتر مع الوقت ايه هو المذهب السياسي او التوجه الفكري او الثوت بروسيس، طريقه التفكير بتاعه من يسمى بشمام الكل. وخلينا نبقى متفقين على حاجه، انه شم الكل دي ما هياش حاجه مغلقه. يعني بمعنى صح، ممكن الانسان يكون انسان طبيعي وبعدين يبدا يشم كله، وفي شمامين كله تابوا من شم الكله. وممكن انسان ما يكونش بيشم الكله بشكل مباشر، بس بتاثره من شم الكله اللي حواليه يبدا هو كمان ياخد مواقف شم كله. تمام. فاحنا في اثناء هذه السلسله هنبقى بنتكلم اكتر عن الفكره وليست الاشخاص، وعن الثوت بروسيس او طريقه التفكير بتاعه شم الكله. لانه انا شايف انه الحقيقه دي من اخطر الظواهر الاجتماعيه والسياسيه اللي بتواجهنا في مرحله البناء، هو التعامل مع المنهجيه الفكريه بتاعه شم الكل. انا يمكن اللي متابعني بيلاقي انه في الاستفسارات بتاعتي بتكلم كتير قوي عن الظاهره ديت، وعن طريقه التفكير بتاعتها، وعن اثار طريقه التفكير دي. فمفيش مانع ان نخلي الكلام فيديو برضو، على اساس انه يعني الناس بتحب تسمع اكتر ما بتحب تقرا. آه، طيب، حكايتي انا بقى ابتدت امتى مع شم الكلة او ظاهرة فكر شمامي الكلة؟ الحقيقة انا واحد من الناس اللي شاركت في يناير 25 و26 و27 يناير، ويوم 28 كمان اصبت بالخرطوش من على كوبري قصر النيل من الشرطة. مش هقول لا طرف ثالث ولا بتاع، انا عارف الكلام اللي بيحب ايه برضو الناس اللي هي اليمين دول يحبوا ان هم ينكروه، وانا شايف انه نوع من التطرف برضو. لا، الشرطه ساعتها تعاملت بالخرطوش معانا وحصلت مننا اصابات كتيره. مش موضوعي دلوقتي مناقشه مدى خطا هذا الموضوع، لان ده موضوع فيه محاكمه بتحصل فيه، والذين اتهموا بالمسؤوليه عن هذا القرار بيحاكموا حاليا. فخلاص الموضوع ده متروك للقضاء. لكن ما هوش
يعني اللي انا عايز احط خط عليه انه او اوضحه انه انا بذكر الحقيقه دي ليه؟ عشان من طبيعه شمامين الكل برضو ان هم بدل ما يناقشوا المنطق بتاع الانسان ان هم يناقشوا دوافعه وتوجهاته. فانا بقول من الاول كده انا احد مصابي يناير، تمام؟ عشان ايه ما يجيش الشمام كله يقول لك ده فلول واصل هو بيقول الكلام دوت عشان هو عبيد بياده وعبيد الكلام اللي احنا كلنا ايه فاهمينه ده. تمام. ابتدت حكايتي معاهم او مع الموقف بدايه شم الكل من الحقيقه الخطاب الثاني للرئيس السابق مبارك، اللي هو فيه اعلن تعيين الحكومه، تغيير الحكومه او تعيين نائب وتعيين الفريق احمد شفيق رئيس وزراء، وانه كمان هيبدا في اجراءات تغيير البنود السته من الدستور اللي احنا كنا اساسا نازلين يناير بنطالب بيهم يعني. تمام. الموقف الفاصل اللي ابتدى يخليني احس ساعتها ان احنا لازم ناخد خط، او ان انا لازم ابدا افكر كده اعيد التفكير في الدوافع بتاعه الناس اللي كانت قاعده في الميدان بعد هذا الخطاب، ان حصلت مناقشات عديده بيني وبين ناس كتير من الزملاء اللي انا كنت فاهم ان هم زيي نازلين لان هم لهم اثار ايجابيه من الوقفات السلميه بتاعه خالد سعيد. بغض النظر برضه مش عايز اخش في الحوار العبيط بتاع خالد سعيد ده مدمن مخدرات ولا مش عارف ايه ولا الكلام، عشان احنا دايما بنحب ان احنا نشتبك في مواضيع فرعيه ونسيب الموضوع الاصلي، ولا المؤامره الهيلوستيكيه ولا الكلام ده. انا ممكن اعمل سلسله عن المؤامرات ودرست موضوع المؤامره دوت وقر بحاجات كتيره قوي عارفها وكلنا عارفينها، ولكن ده ليس له علاقه بدوافع شعب مصري، ناس مصريين نزلت علشان شافت ان حصل شيء ايجابي من وقفات سلميه كان فيها شباب لابسه اسود واقفه في صف وما بتعملش اي حاجه، ماسكين القران وماسكين الانجيل وبيعلنوا عن موقف صامت تضامني انه عايزين تحقيق في واقعه معينه. تمام. نجحت هذه الوقفات الصامته بالرغم من مقاومه الشرطه ليها في احيان كثيره ان هي تخلي النائب المحامي العام يحول القضيه للمحكمه. كويس. ففي ناس كتيره، ودي من اهم اسباب نزول الناس بالاضافه لموضوع تونس، من اهم اسباب نزول الناس او دوافعهم يعني ان هم شافوا انه والله انا ممكن كمواطن يبقى ليا تعبير عن الراي بشكل متحضر وسلمي اضغط بيه على متخذي القرار ان هم يتحركوا في موضوع كان متطنش او متصهين عليه او الى اخره وحاجات. فانا كنت فاكر انه معظم الناس اللي معايا عندهم نفس هذا التوجه، انه انت نازل للصالح العام، بمعنى انك نازل تضغط تقف وقفات سلميه تعبيريه تضامنيه عشان تقول وتطالب حكومتك ان هي تتخذ اجراءات معينه انت شايف ان هي مطنشه فيها او مستعبطه. كويس. لما حصل الخطاب الثاني وهو تقريبا كان في استجابه كبيره جدا لطلبات الناس، انا كنت رايي من ضمن الناس اللي كان رايها وكانوا اغلبيه كبيره ساعتها انه يا جماعه خلاص النهارده اتخذت هذه الخطوات، اثبتنا من قبل كده من وقفات خالد سعيد ومن الوقفات دي ان التضامن الشعبي السلمي الراقي المتحضر بيجيب نتيجه مع الحكومه بتاعتنا. نروح بيوتنا ونتابع المتابعه الشعبيه، تمام، لمسيره التغير الديمقراطي ومسيره الاصلاح. وفي حال انه السلطه نكثت عهودها فمفيش حاجه يعني هتبقى جديده، يعني هم كانوا بيقبضوا على الناس قبل يناير هيقبضوا على الناس بعد يناير، مش مشكله برضه، ده ما منعش ان الناس تنزل في يناير، فخلاص ننزل تاني ونطالب بما تم وعدنا به. شباب الاخوان اللي كانوا مالين الميدان ساعتها توصلوا بشكل او باخر ان هم اشتغلوا على الليبراليين زمايلنا في الميدان، بانه طبعا لان هم ما عندهمش سابقه خبره اساسا، يعني في الاشتراكيين الثوريين دول بتوع مشاكل طول الوقت وبتاع، لكن الليبراليين اللي هم الاغلبيه اللي كانت نازله ساعتها ما عندهمش سابق خبره التعامل مع سلطات الامن. تمام. فالاخوان اقنعوهم انه لو روحتوا امن الدوله هيجوا يعتقلوكم من بيوتكم. بالرغم انه بعض زملائنا كانت قبض عليهم يوم 25 يناير
لقيناهم معانا اساسا يوم 28 يناير، وما سالناهم يا جماعه انتوا ايه اللي حصل لكم؟ قال ابدا، هم خدونا على معسكرات الامن المركزي وفرزونا، اللي اخوان قعدوا واللي مش اخوان مشوه. فيعني الاكذوبه التي ابتدعها الاخوان انه الحكومه ساعتها سوف تقوم بالتنكيل بكل من شارك في يناير كانت اكذوبه، بدليل انه الناس كتير قبض عليها يوم 25 يناير، ولكن اللي تحققوا ان هو تبع تنظيم الاخوان هو بس اللي كمل، انما الباقيين مشوهم. اذا الحكومه ساعتها ما كانتش معاديه لاي معارض، هي كانت معاديه لتنظيم معين. تمام؟ كلمه الحق لازم تقال. انا دلوقتي دخلت في 10 دقائق، فهكمل في الكليب اللي جاي.